اهلا بيكم في اول ايفنت اندر جراوند، يعني تحت الارض زي فكره طوكيو في مصر. تعالى نشوف النهارده بقى ايفنت بايكر اريا وناخد لفه فيه من وانت وجيت، عشان لو فاتك انك تيجي ده واحد من اقوى الايفنتات، فتعالى اوريك حبيبي. حبيبي طيب مبدئيا كده الجزء اللي فوق ده هو جزء بسيط جدا فيه اهم المعارض، بس الكلام كله تحت. طبعا جايين ناس من اقوى المعارض زي ذا دكتور، واحد من احسن المعارض اللي بتقدم موتوسيكلات ياباني، وفي نفس الوقت MCS صراحه برضه نفس الفكره. كل السوشيال ميديا بتاعتهم يا جماعه ممكن نحطها لكم في اللينك تحت عشان لو عايزين تتفرجوا بقى على كل الموتوسيكلات اللي عندهم. لان النهارده اكتر حاجه المفروض تتفرج عليها هو الموتوسيكلات المتعدله والشركات اللي ممكن تفيدك. انتوا عارفين ان دايما هيثم جاي هنا عشان يفيدكم ويديلكم اوفرز وتظبيط يعني ان شاء الله. طبعا المود العام، ايه، الناس تحت الارض مليانين. طبعا كل الناس واخدين بوثات كده زي ما انتم شايفين. اندر جراوند بقى يا جماعه، يعني زي ما تقول طوكيو ستريت كده على صغير شويه. الفكره بس ان العادم عايز الدنيا هنا شويه، بس ماشي. اللي عايز الصح ما يقولش لحة، يعني اللي عاجبه الهوايه يتحملها بقى. زي العربيه دي دوج تشالنجر. بص الجنط المرايه ده عشان تشوف الكوتشي بتاعك ايه اخباره بعد ما تنزل من الموتوسيكل يكون اتبهدل شويه. طيب البوليفارد ده بقى من البوليفارد اللي ممكن تدوب فيهم يا جماعه. واحد من احلى الموتوسيكلات البوليفارد اللي متعدله، عاملينه كده بديزاين ارمي شويه، تصميم جيش، حاطط عليه الفا. الكاوتش اللي قدام متعدل بالكامل. الكاوتش اللي قدام ده عرضه معدي 300 متهيالي. يعني الكاوتش اللي ورا بتاع البوليفارد معروف انه عريض، ده حط العريض بتاع البوليفارد قدام، واللي ورا عملها اكيد بقى مصيبه، يعني اهو مصيبه. بس ما شاء الله واحد من احلى الديزاينز اللي ممكن تشوفوها. وحش واقف على وضعه. طبعا الموتوسيكل ده اللي ما يعرفوش 1800 سي سي 2 سلندر، طبعا من سوزوكي، زي ما بيقولوا الباور كروزر. يعني موتوسيكلات الكروزر الجامده جدا. وبتقدموا ايه في السوق المصري؟ بقدم الكينج تايب. تمام. بقالنا 10 سنين شغالين بيها. كويس. السوق المصري بس هي ما كانتش معروفه في مصر كويس. طيب حاليا جددت من خط انتاجها وعملت مواصفات خاصه لكل الفرق. كويس قوي. عملت فرق 360. كويس. 400 يعني تقريبا كل المقاسات كنا شغالين منها انتاج 2017 وبدانا نطلعها في 2021 و2022. ما كانش عليها اي شكاوي نهائي. كويس قوي. محدش اشتكى منها خالص. كويس. هي فرده محترمه جدا، وسرعات الفرد كلها سرعات عاليه. يعني مثلا قلنا 190 وقلنا فرد امامي 17 70 120. تمام. دي هتبقى مثلا عامله في 10000 جنيه الطقم. في المقارنه ممكن يبقى في الثاني عامل 16. لا بتبقى عامله 25. يعني لو سالنا النهارده على البراند في السوق امامي وخلفي بتبقى عامله 25. فانت بتحاول تقدم يعني نسبيا بنص السعر او اقل ثلث السعر كده، وبنفس الكواليتي. نفس الكواليتي. اه كويسه. فيها ضمان معاك 6 شهور ضد عيوب الصناعه. كويس قوي. بالتوفيق وربنا يعينكم كده ان شاء الله. شرفنا بيك. بص الفرده دي واحده من اعرض الفرد اللي شفتها في حياتي. عرضها 400. متخيلين 400 دي كبير جدا. يعني الريسات اللي انت بتحس ان العرض بتاعها عريض 180، يعني نص دي. يعني متخيلين عندهم فرد مثلا دي 300 وشويه، وفي دي 400 دي انتوا متخيلين ايدي بالنسبه لها عامله ازاي؟ ولا حاجه. بصوا يا جماعه، واحده من احلى الموتوسيكلات الكلاسيك اللي ممكن تشوفوها. الموتوسيكلات دي غالبا ممكن يكون جدك او باباك ركب واحد من الحاجات دي. الموتوسيكلات الرويال والبي اس والحاجات الجميله دي، دول موتوسيكلين بصراحه يعني ايه متجددين بشكل ظريف قوي. مين عارف موديلاتهم، ومين اللي في يوم من الايام جده او باباه ركبهم او هو ركبهم، يقول لنا موديلاتهم ايه. السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ كانت فرصه كويسه جدا ان احنا نكون موجودين معاكم كايسا شوتس. تمام، احنا طبعا كلنا عارفين، الناس بتسال يقول لك ايثانول الموتوسيكلات. احنا مش ايثانول يا جماعه، احنا مش ايثانول، احنا فيول اديتيف.
تمام. عندنا فيول اديتيف للسكوتر، عندنا فيول اديتيف للانجكشن، وعندنا فيول اديتيف للكربراتير. المنتج بتاعنا ما بيتحطش على مره او نص مره او تلت ازازه، احنا كل مره بنحط الازازه كامله في الموتوسيكل بتاعنا على التفويله كامله. تمام. كويس. ايه اللي بيحصل معانا ان الموتوسيكل بتاعنا بيفوق لمده تفويله 2 3 على الاكثر. تمام. ايه التفاصيل اللي موجوده جوه الازازه دول؟ تعالوا مع بعض نحكيها. اول حاجه هنا عندنا حاجه اسمها فيول سيستم كلينر. تمام. ده زي الفيول سيستم تريتمنت كامل للموتوسيكل بتاعنا، للتانك بتاعنا، من اول التانك لغايه لما العدم بيخرج من الشكمان. كويس قوي. تاني حاجه عندنا انجن بروتكت. تمام. عندنا حاجه اسمها دراي لوبريكانتس. تمام. بتنزل بتتكون على اجزاء الموتور الداخليه، كويس. زي مزلقات او حاجه زي كده، بتحمي شويه وتقلل الاحتكاك. بتحمي شويه وبتقلل الاحتكاك، وفي نفس الوقت بتوصلنا للنتيجه اللي كلنا عايزين نسمعها ونشوفها، ان ما يبقاش فيه صوت للموتور اثناء كويس. السرعات العاليه. كويس تمام. أوي. نمره 3 ودي اجمد ميزه طبعا، ان احنا عندنا اوكتين بوستر في الثلاث منتجات بتاعتنا، في السكوتر والكربراتير وفي الانجكشن. حلو قوي. تمام. ايكو بوست ده اللي بيحسن اداء البنزين. بيحسن اداء البنزين وبيرفع نسبه الاوكتين بتاعنا 10 بوينت. كويس. يعني احنا مثلا لو حاطين بنزين 92 بيوصل الاداء بتاعنا اكننا حاطين بنزين 102، حاطين 95 بيرفع الاداء بتاعنا لغايه 105. كويس. حلو تمام. قوي. بتلاقي تعرف الكلام ده ازاي؟ الثروتل في ايدك، اي لمسه للثروتل انت بتعرف ان الموتوسيكل بتاعك بقى سريع جدا، استقباله اسهل، صوته انعم. تمام. اداؤه اريح جدا في الطريق. تمام. المنتج بتاعنا هتلاقيه متوفر في كل الاماكن اللي بتشتروا منها الاكسسوارز والاضافات بتاعت الموتوسيكلات بتاعتنا. موجودين معاكم على سكوتر اكس، ابلكيشن سكوتر اكس، وممكن تتابعونا من على البيج بتاعت ايسا شوتس. تمام. هتلاقوا كل فروعنا سواء كانت منتجات عربيات او موتوسيكلات. شكرا جدا وتشرفنا بيكم، نورتونا. طبعا المفروض الايفنت انا مشترك فيه حبه عربيات، بس بما ان احنا ملناش في العربيات فبلاش نجود، ولكن في عربيات رايقه اهي. عربيات رايقه اهي. ناس طبعا دافعين فلوسهم ودم قلبهم والهوايه بتاعتهم موجوده، ماشي. شروكوا بقى وواحد بيلمع عربيات. الدنيا برضو ايه جميله على الكل. طيب معانا كابتن عبده كروز. اهلا بيك. قول لنا التحفه دي ايه وكل تفاصيلها. والله دي حاجه اصدار شخصي اسمها التيميتد تشوبر. ده موتوسيكل بيتصنع للمشاهير، يعني بمعنى ان هو بيتعمل هاند ميد بالكامل. كل قطعه في الموتوسيكل بتتعمل يدوي، بتتعمل بمواصفات اللي صاحبها محتاجها. بالنسبه للفورك، تصميم المساعد نفسه، السلوك الداخليه كلها جوه الشاسيه. الموتور دوت السي ال 130 بيدي حوالي 2350 سي سي. الموتوسيكل ده ما فيهوش كنترول كهرباء. الموتوسيكل ده سوفت تيل فيه مساعدين تحت. طبعا الجنود السومو 300. الموتوسيكل ده سير الفتيس، سير مجموعه الفتيس. دول مجموعه السكس بلف بتاعت الدواره. الستايل طبعا الطول بتاعه حوالي 3 متر 80، من اطول الموتوسيكلات اللي ممكن تبقى تشوفها. طبعا انا عامل عليه اضافات بنفسي. بالنسبه مصفحات عليها اسمي، كرسي، مصفحه سير الفتيس. طبعا كل قطعه في الموتوسيكل داخله من الهاند بار داخليه، مفيش حاجه اسمها سلوك خارجيه نهائي. في برضو معانا موتوسيكل الفي دي اكس ال 1300. ده معمول لون جديد ماجيك بيدي 7 الوان، قطعه كده بسيطه. يعني ده بيغير لون مع 7 الوان، يعني مع التصوير بص هتلاقي الموتوسيكل نفسه بيغير. حلو. يعني اسود يقلب على نسبيا نبيتي. الدهانات دي اسمها ماجيك. طبعا دهان الموتوسيكل عامله الفنان مهاب التلاوي. تصميم ديزاين الكرسي ده اختياري، انا اللي بصمم الحاجات ديت. رسومات الالكنتارا والجلد، الدواسات، حاجه قطعه بسيطه كده. طبعا معانا الهيابوزا، طبعا الناس كلها عارفاه، تعديلي بالكامل، بطل بايك ويك. معانا بطل امريكا 2008 وبطل هوندا دي في دي اكس ال 1800. بورشايه بقى والبيتلز. ومعلش طولت عليكم، كل سنه وانتم طيبين. الله ينور عليك. فلوس معاكم حبيبي، وبالتوفيق يا رب كده إن شاء نكون الله. احنا يعني اسعدنا الناس. حبيبي الله ينور عليك. توفيق. الراجل ده يا جماعه انا متاكد ان هو حران هيموت من الحر، لان احنا هنا تحت الارض متبهدلين. فما بالك بقى ايه الحر اللي هو خير.
انتوا مين وبتقدموا ايه في السوق المصري؟ احنا شركة أكسا شركة مصرية 100% إنتاج خلط وتعبئة مسجلة، حصل على كل الشهايد المصرية. بنقدم دلوقتي كل الزيوت المعدنية، الزيوت التخليقية والنصف التخليقي في اجتهاد إن شاء الله هيخشوا الأيام اللي جاية هتكونوا مستوردين متمسكين بده. طبعا الجودة اللي احنا بنقدمها جودة عالية جدا مقابل سعر قريب جدا. بنستهدف المستهلك على طول، ما بنستهدفش الموزعين وما بنستهدفش التجار عشان جاله الأسعار اللي بينزل أو اللي بيوصل للمستهلك. فسعر اللتر عندنا ممكن يتراوح من 80 ل 90 جنيه كده، هو ده الاستهداف بتاعنا. طيب انتوا دلوقتي بتقدموا زيوت لزوجة ايه؟ زيوت 2050 40، 2050 اي بي اي، 2050 سي اتش 4. بنقدم الهيدروليك ال 68 وسائل الرفع، بنقدم زيوت الجير 140 وال 90، بنقدم زيوت الديزل لجد ال 2050. طيب اللي عايز ياخد زيت منك هيلاقيك عند هيلاقيك فين؟ يجيبها ازاي؟ انا موجود ويب سايت، موجود سوشيال ميديا، ليا مناطق البيع بتاعتي محلات او موزعين، بس محلات وهيدوله بنفس السعر اللي الشركه برضو رافعاه. حلو، يعني مجرد ان هو يقدر يتواصل معاكم على السوشيال ميديا هتوديه لاقرب مكان. بنوصل له اقرب مكان، هو بيروح يستلمه من هناك. كويس قوي. ولو في عرض على المنتج برضو بيستلمه بنفس العرض. حلو، وانتوا في المستقبل هيبقى في زيوت تخليقيه ونصف تخليقي. كل ده صناعه مصري. كل ده صناعه مصري، بس التخليقي والنصف تخليقي ده هيكون مستورد. والله الواحد مبسوط ان يبقى في صناعه مصري، فيعني الله ينور الله ينور وبالتوفيق كده ان شاء الله. ربنا يخليك، وانا متشكر ليك جدا. الله يخليك. مع السلامه. عاملين حاجه حلوه قوي يا جماعه الناس دي، يعني تيجي تقدر تتصور هنا وكمان تاخد الكارت بتاعك في الصوره. والله عجبتني الحته الدعائيه دي، كرييتيف. ايوه كده يا جدعان، نزلوا لنا بحاجه كرييتيف شويه، عشان كده ما شاء الله البوث بتاعهم زحمه جدا. وادي الكارت بتاعنا طلع اهو. الله ينور الله ينور حبيبي حبيبي. احنا بنبيع لمبات ليد للعربيات. علي صوتك شويه معلش. بنبيع لمبات ليد للعربيات والموتوسيكلات. كويس. نستوردها في عندنا متخصصين في براند اسمه ناو ايفو، احنا اللي واخدين الوكاله بتاعته وبنبيعها هنا في مصر. كويس. تمام. عندنا 4 فئات، في موديل الان ار وموديل الان دي وموديل الان جي وموديل جديد اسمه ان اكس، ده هيكون 45 واط، ده نازل للموتوسيكلات بس. كويس. هو لو نازل الموتوسيكلات يبقى مقدم ايه بقى مختلف عن اي لمبه عربيه؟ بص، هو الفكره كلها في اللمبات، يعني معظم اللمبات بيكون الواط واليومن بتاعها لما بيشتغل بعد فتره بيقعد مثلا بتاع نص ساعه ربع ساعه بتلاقيه نزل النص. تمام. احنا لما اخترنا ان احنا ننزل ناو ايفو ونشتغل في ناو ايفو بس، احنا اول ما اخترناه لان هو ليه وكيل في اوروبا وشغال في اوروبا مشهور جدا في امريكا. كويس. هو صناعه ايه؟ هو صناعه ميد ان تشاينا، بس هو مشهور جدا. كويس قوي. اوروبا ليه سوق وليه زبون. كويس قوي. بفضل الله احنا بقالنا في حدود 8 شهور في السوق المصري. كويس. بقالناش كتير بفضل الله، يعني سمعته كويسه، ما حدش اشتكى منه. احنا بندي ضمان 12 شهر استبدال. عليه ضمان ايه؟ 12 شهر استبدال. كويس قوي. يعني ده لو هو اتحرق ولا قل ولا؟ لو اتحرق، لو الشبايه بتاعت اللمبه اتحرقت، يعني انا عندي هنا في اي لمبه بيكون عندي جزء شبايه من هنا وشبايه من ورا. كويس قوي. دي بتكون 6 ودي 6، يعني مجموعه 12 شبايه. تمام. زائد ان هو في 2 نحاس، عواميد نحاس بتوسع الحراره، واحد 3 مللي وواحد 2 مللي، بحيث ان اللمبه لما بتسخن ما تحرقش. بيمتص الحراره ويوزعها على اللمبه كلها. كويس قوي. فيها مروحه تبريد، زائد ان هي اي بي اكس مضاده للماء 68 اي بي اكس. طيب حلو. اسعاركم بتبتدي من اول كام؟ للموتوسيكلات احنا بنعوز حاجه الوات بتاعها خفيف، ما تكونش قويه زي العربيات، فممكن نخلينا في الان اكس او الان ار. الان ار ده 55 واط، الان اكس ده 45 واط، اللي هو 1600 تقريبا. اللي هو 1600 معاك من الاول 1600 بس، ده اللمبتين. يعني هو الموتوسيكل بيحتاج لمبه واحده، فاحنا ممكن نقسم السعر ده على 2. كويس قوي. بالتوفيق، ربنا يعينكم كده ان شاء الله. يا جماعه بقى، ده واحد من احلى الموتوسيكلات الجولد وينج اللي هتشوفوها في حياتكم. يعني زياده على ان الموتوسيكل ده واحد من الموتوسيكلات ال6 سلندر ال 1800 سي سي اللي هو عربيه في نفسه، بس هنا غير لونه بالكامل وغير الكرسي ان هو يكون جلد، شكله جميل جدا، وحاطط هنا علامات غريبه كده، ومغير التابلو كله. فبصراحه معدل بشكل رهيب على الجولد وينج ده. طبعا هو تقريبا شال الشنطه اللي ورا، حط الراك ده، خلاه بالمنظر ده. واحد من احلى الموتوسيكلات الجولد وينج. قول لي انتوا مين وبتقدموا ايه في السوق المصري؟ زي الفل. احنا ويب سايت اسمه فورس ويب. كويس. ويب سايت مصري. الويب سايت بيقدم خدمه البيع او الشراء او البدل. كويس. البدل عندنا قائم على سيستم الاي اي او الذكاء الاصطناعي.
او نقدر نقول باختصار شديد المقايضه. كويس. اقدر احط اي منتج انا عايزه سواء جديد او مستعمل، كويس. عايز ابيعه او عايز ابدله بحاجه تانية. نفترض ان انا عندي حاجه عايز ابيعها وملهاش بيعه او مش لاقي حد يشتريها دلوقتي، ممكن اعرضها للبدل، والسيستم على الويب سايت او على الموقع عندنا بيطلع لك الحاجه المساويه ليها في نفس الفاليو، او كويس. بيجيب لك حاجه مقاربه ليها في نفس الفاليو، ولو حاجه اقل او اكتر على حسب، لو اقل هدفع الفرق، لو اكتر هاخد الفرق. كويس. ندي مثال سريع، مثلا لو انا عندي عربيه والعربيه دي عايز قصادها شاليه مثلا، او عايز قصادها شقه، بعرض العربيه للبيع او البدل. لو حابب ان انا اعرضها للبدل، السيستم هيشوف اقرب حاجه بالنسبه لي كشقه بالمواصفات اللي انا عايزها، بالمساحه اللي انا عايزها، وهكذا، ويقدر يوصلني لصاحبها على طول ويجي لي عليها الاوفر اللي انا عايزه. دي اغرب فكره مجنونه لقيتها لحد عامل مشروع. تخيل كده انك عطلان في حاجه مش عارف تبيعها وانت عايز تبدلها بحاجه. الحاجات دي تنطبق على حاجات كتير يعني. بس خلينا نقول مثال، معاك موبايل عايز تبدله بموتوسيكل عشان تنزل تشتغل بيه. ده الويب سايت بتاعك، بدل ما تبيع بقى وتسيل الكاش وتوجع قلبك، الويب سايت ده بتنزل الحاجه اللي انت عايز تبدلها، وهو بيلاقي لك شخص عايز يبدل الحاجه اللي انت اصلا عايزها. فخد يا عم الموبايل بتاعي وهات الموتوسيكل بتاعي انزل اشتغل بيه، وكل ده المفروض ان هو في اقصر وقت. ومستخدمين فيه كمان الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، ان هو يلاقي لك الحاجه اللي انت عايزها بسرعه. فكره جديده ومجنونه، بس عارف لو نجحت هتكسر الدنيا وهتفيد ناس كتير جدا. في حاجات معاهم عطلانين ان هو يبيعها، ده غير بقى الناس اللي معاهم انتيكات، اللي معاهم حاجات كده ايه تانية كتير. فايه رايكم في الفكره دي يا جماعه؟ فور سواب، اللينك بتاعهم تحت، فولوا اعرفوا اكتر عنهم. توفيق وان شاء الله ربنا معاكم. تسلم. طيب في مستر هوندا، الناس دي يا جماعه من احلى الناس اللي ممكن تاخد عندهم اكسسوارات وبعض قطع الغيار، خصوصا الموتوسيكلات الياباني بسعر حلو. يعني هو بصراحه بيحاولوا يمسكوا الموضوع كله من النص، واهم حاجه عندهم فكره السعر الحلوه. استخدموهم على السوشيال ميديا بغض النظر عن الايفنت. انا صراحه دي الناس دي بحبهم، ودي دعايه بعملها لهم اهو من غير فلوس ولا من غير هم ايه يعرفوا. فدي حاجه بصراحه حلوه. احب اقول لك ان جولد وينج دايما بيخطف نظري مهما كنا رايحين فين. شكرا طبعا جروب بايكر اريا على التكريم الجميل ده. والله يا جماعه الناس دي يعني بيحاولوا يعملوا ايفنت قوي جدا، ودايما هم بصراحه بيعملوا واحد من احلى الايفنتات اللي موجوده. بصراحه بتخلي الناس تستمتع، فشكرا على الايفنت الجميل ده، وبصراحه مش مجامله والله. الله ينور عليك.